مرحبا بكم في عالم جديد تماما من العلوم والمرح والأدوات الذكية. إليك تلك القائمة بأحدث الآلات الذكية التي أصبحت متاحة في الأسواق مؤخرا. هل أنت مستعد للمرح؟ لنبدأ. جرس الباب الذكي. أول أداة لدينا اليوم هو ذلك الجرس الذكي الذي طورته مؤخرا شركة بوسما الأمريكية، والذي يتميز بكاميرا مدمجة بداخله تتيح لك التواصل عبر الصوت والصورة بمن يطرق بابك في الوقت الفعلي، سواء كان ساعي البريد أو ذلك الضيف الغير مرغوب فيه. كل ما عليك هو توصيل الجرس بهاتفك الذكي والبدء بالتواصل مع من على بابك دون أن تتحرك خطوة واحدة. أيضا يتيح لك التصرف الجيد في حالة تعرض منزلك للاقتحام، كما يطلق صافرات إنذار في حالة تم اختطاف شيء ما موجود في محيط شرفة منزلك. كل تلك الإمكانات المذهلة يوفرها الجهاز وبسعر $140 فقط. HPRT. مع الطابعة المتنقلة HPRT لن تفقد ورقة هامة مجددا بعد اليوم. تلك الطابعة المتطورة تمتاز بصغر حجمها وإمكانية حملها والطباعة من خلالها في أي مكان، مع قدرتها على الربط لاسلكيا بأي جهاز ذكي سواء اللابتوب الخاص بك أو هاتفك المحمول. المميز كذلك هو انخفاض تكاليفها، حيث أن تكلفة خرطوشة الطباعة بها $19 فقط، بينما سعرها بأكمله لا يتجاوز $200. كاميرا كانون IVY المحمولة. إن كنت من محبي التقاط الكثير من الصور فلا حاجة لك لاقتناء حامل الهاتف التقليدي، فمع تلك الكاميرا الصغيرة المحمولة يمكنك التقاط صورا بدقة 13 ميجا بكسل بإطار عالي الدقة يأخذ 60 إطار في الثانية. المدهش أن تلك الكاميرا المذهلة لا يتجاوز سعرها $80. الهاتف الموزة. إن كنت من الباحثين عن الأدوات المميزة والغريبة بعض الشيء، إليك الهاتف الموزة الذي سيجعلك تبدو وكأنك تتحدث في حبة موز بدلا من الحديث في الهاتف. ذلك الجهاز عبارة عن قطعة على شكل موزة صفراء يتم ربطها بالهاتف بالبلوتوث، فيمكنها استقبال المكالمات والتحدث بها كما لو كانت سماعة بلوتوث. يبلغ سعرها $40 وتحتمل بطاريتها 120 ساعة عمل مع 20 ساعة من الاستخدام المتواصل. $450 فقط بات بإمكانك تأليف مقطوعة موسيقية على حسب ذوقك. إليك ذلك الجهاز المتطور للغاية والذي قام بتطويره مجموعة من الموسيقيين من هونغ كونغ. يضم الجهاز أكثر من آلة موسيقية ويجعلك قادرا على ابتكار الموسيقى الخاصة بك بطريقة سهلة وفريدة، كما أن شكله المميز يجعل مهمة استخدامه أسهل بكثير من الجيتار والبيانو والآلات الموسيقية التقليدية الأخرى. جهاز العرض بروجيكتور. جهاز العرض المتطور ذاك يمكن لأي طفل صغير حتى استخدامه، فهو صغير الحجم على عكس أجهزة العرض التقليدية، ويعمل ببطارية تصل ل5 ساعات متواصلة، ويمكنه العرض ب360 درجة أيا كان الاتجاه، بالإضافة لأنه يخرج صورة بجودات 2K و 4K. تكلفة ذلك البروجيكتور المتطور فقط $160، أي أقل من أي جهاز عرض آخر. مسدس إطلاق السهام المصغر. تلك اللعبة لا تعد جهاز تكنولوجي بالمعنى الحرفي، فليس معروف من قام بتصميمها أو ما الفائدة منها. كل المعروف عنها شكلها المشابه للقوس وأعوادها الخشبية الصغيرة تلك، والتي تتراوح أسعارها من 25 إلى $80، ويختلف سعر الجهاز باختلاف إصداره سواء كان مزودا بالليزر أم لا. السبينر الطائر. هذه لعبة أخرى يمكنك التسلية بها وقت ما شئت. السبينر الطائر يعد إصدارا معدلا للسبينر التقليدي الذي نعرفه، ولكن باختلاف قدرته على الطيران والتنقل جوا من يد إلى يد. $30 فقط يمكنك الحصول على تلك الأداة الرائعة وممارسة بعض الأنشطة البدنية بها. الروبوت جومر. إذا كنت تبحث عن صديق جديد لك فيمكنك اقتناء ذلك الروبوت اللطيف مقابل $400 فقط. الروبوت جومر هو من تطوير شركة صينية أمدته بخاصية التعرف على الوجوه، لذا يمكنه مناداتك باسمك بمجرد التعرف على وجهك. يمكنه كذلك مساعدتك في حمل الأشياء ورفعها والتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو من خلال الكاميرا المزود بها.
مارس كات. إن كنت تحلم باقتناء قط منزلي ولكنك تخشى هم الفرو المتساقط وتمزيق السجاد والأخشاب، حسناً، ب$650 فقط يمكنك الحصول على مارس كات، روبوت لطيف لقطة آلية تعمل بشكل ذاتي، حيث تتحرك وتصدر أصواتاً كالقط الحقيقي تماماً، بالإضافة لقدرتها على التفاعل واللعب، بجانب إظهار بعض المشاعر والأمور العاطفية على غرار القطط الحقيقية. حسناً، كان هذا كل شيء، والآن أخبرني أي من تلك الأجهزة تود لو امتلكتها؟ لا تنسى إخباري في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.